اكيد كلنا سمعنا عن الجي بي اس، واحنا في مساحه بنعتبره اهم تطور في الاجهزه المساحيه. ببساطه هو نظام نقدر من خلاله تحديد اي موقع بدقه عاليه وبسرعه فائقه. يعني اقدر اني احدد اكبر عدد من النقاط في وقت قليل وبدون مجهود. لو قلت لك ان الجي بي اس على قد شهرته ودقته وامكانياته، الا انه جزء بسيط جدا من منظومه كبيره اسمها الجي ان اس اس. الجي ان اس اس هو كيان كبير بيعتمد على 4 من الاقمار الصناعيه، وده بيضمن لي دقه كبيره في تحديد المواقع، يعني مفيش احتماليه للخطا. الجي بي اس هو واحد من الاقمار الصناعيه دول، وهو قمر امريكي. بدايته كانت عسكريه، ولكن سمحوا للمدنيين بعد كده انهم يستخدموه. كمان القمر الروسي جلوناس والقمر الصيني بيدو، بالإضافة إلى القمر الأوروبي جاليليو، كلهم بيعملوا تحت مظلة الجي ان اس اس. بتبدأ الأقمار الصناعية اللي بتدور حوالين الأرض بإرسال إشارات بتاخدها أجهزة الاستقبال، وبتعرف تحدد المكان بعدها. إن كان هدف الأقمار الصناعية في البداية مراقبة، لكن حاليا تعددت أهميتها وقدر يستفيد منها المدنيين في مراقبة مثلا التربة أو تحديد أقرب مسار لطريق معين. وكمان كل عمليات النقل حاليا بري وبحري وطيران، حضرتك على موبايلك وفي عربيتك جي ان اس اس بيساعدك على الوصول لأي مكان.